نجد شو اللي صار؟ والله يا ابو جاسم انا ذاك اليوم قلت اكو ناس سبحان الله يعني تعشق الفوضى، تموت على الفوضى، يعني كانه مثل اللي منتظرين الفريق يوقع. هسه كليتنا عندنا اكو سلبيات. انا عندي 1000 حاله سلبيه موجوده على المنتخب، بس انا ما اجي احط بس براسي السلبيه، اكو اشياء ايجابيه اذا كانت من قبل المدرب، من قبل الاتحاد، كل الناس كل الدنيا تدري اني زعلان، وحتى انت تدري يا ابو جاسم اني زعلان على يونس وزعلان على عدنان، بس يعني لا اقدر اسيء لهم ولا اقدر اقول انه عندهم قصور. ناس دا تشتغل ودا تعمل ودا تسوي، هذه مقدورهم، هذا كذا يقدروا كثر الله خيرهم، في بطوله اخذوها، في تجمعات سووا شيء للمنتخب وللمنتخبات ما حد ما مسويه سابقا. لكنه انت تجي حب واحكي واكره واحكي، يعني صراحه فد شيء يعني مؤسف جدا، مؤسف. نفس اللي اثار موضوع دانيلو، نفس اللي سال السؤال، نفسه هذا. وهذه اكبر خطا من الاتحاد، لانه الاتحاد اللي انطى التصاريح الاعلاميه، هذا خطا من الاخطاء الاتحاد اللي وقع فيها. نفس اللي اثار مشكله دانيلو وسال المدرب قال له انت اعلى لاعب قيمته السوقيه، نفسه هو سال هذا السؤال، نفس الصوت. لو نعيد ذاك ونعيد هذا نفس الصوت، هاوي مشاكل. يعني هو حاط اكو فد شيء براسه. صراحه شيء مؤسف، شيء غير حضاري. فريقكم كان زين، مباراه، حتى هذه المباراه اذا انتم يعني الناس ما مقتنعه انه المنتخب العراقي قدم، اي نعم اكو جزء بالمباراه ما قدم المستوى الكبير، لكنه هذا ما ينسف هذا الوقت كله، ما ينسف هذا العطاء كله. اذا كان سنه وترجع لورا الكاس الخليج او حتى في البطوله، وانتم بنفسكم كنتوا تتمنون تلتقون باللاعبين بعد كل مباراه وتاخذون تصاريح من اللاعبين وتاخذون تصاريح من المدرب، لكن انت تخزن وبهالطريقه وتتعامل بهالطريقه، صراحه هذا شيء غير حضاري، شيء معيب. وهذا ذول اللي واحد اثنين اللي خلقوا هاي المشكله، هذا يمثل نفسه، هذا ما يمثل العراق. القامات الاعلاميه اللي موجوده في العراق قامات كبيره، ناس محبه لبلدها. وحتى انا حتى اللي يعمل هذا انا ما دا اشكك بوطنيته ابدا، ما اشكك بوطنيته، لكن هذا تعامل سيء وطريقه سيئه جدا. عندك مدرب محترف، عندك اسئله بامكانك تحاججه بالاسئله، لكن انت تتعامل بهالطريقه وبطريقه العنتكه والعنتريات، مرفوضه. حتى دخول الامن مش حلو في حقك. طبعا انت اليوم باكبر محفل في اسيا، باكبر محفل. انت اليوم هاي الحاله الطرد مال ايمن كل المجلات والجرايد العالميه متناولتها، يعني هذا اللي حدث اللي صار ما راح تتناوله؟ انت تطلع بهالطريقه هذه، الكل العالم متعاطف معاك، مع الحكم كيف سوى معاك، لكنه انت بهالطريقه هذه صراحه شيء معيب. ويعني صراحه يعني انا يعني الى متى؟ خلاص كافي يا ناس، يا عالم كافي. ما شنو ناس بس تحب مشاكل، بس تعيش على الفوضى. هذا منتخب جزء كبير من الشارع العراقي خسران، لكنه متامل بالمنتخب، يقول انا اشوف مستقبل في هذا المنتخب، دعموه. اكو منتخب ما بيه سلبيات، هذا هسه المنتخب السعودي احنا من جينا مو كنا ننتقد في اشياء كثيره، منتخب القطري كذلك قبل يبدي البطوله، منتخب الاردني، هذا المنتخب الاردني هل هو نفس المنتخب الاردني؟ الاعلام الاردني من بعد ما بدات البطوله شو سوى؟ لحموه. قبل لا تبدي البطوله شو سوى حسين عموته؟ عثمان كان مجهز حق حسين عموته نفسه قبل البطوله. لا قبل البطوله، بس خليك اكمل. قبل البطوله كان الاعلام الاردني وكان ينتقد لسبب نتائج ومباريات وديه ومباريات رسميه، كان ظهوره سيء، لكنه بالبطوله على مستواه وعلى مردوده الفني الكل وقف 180 درجه. حتى الاعلام العراقي انا اعرف في قنوات كانت تنتظر المنتخب يفوز، بس كانت تطلع وتدعم ومشكورين. لكن بهالطريقه هذا انت تطلع وفريقك بس بمجرد انه خسر انت تروح على اضعف حلقه، تروح على المدرب وتسال هاي الاسئله بطريقه ساذجه. صراحه وهذا تصرف معيب، وهاي نقطه سوداء تنحسب علينا احنا كعراقيين. وانا اقول ذولي اللي ذا واحد او اثنين او ثلاثه ذولي يمثلون نفسهم، ما يمثلون الاعلام العراقي الحقيقي. تفضل يا عبد الله. خالد، اول شيء احنا نتكلم